بس هل امام عاشور فكر قبل ما يعمل الحركه دي مع النادي الاهلي؟ كل الناس اللي عملت مشاكل قبل كده مع النادي الاهلي سواء من الاداره او من اللاعبين كانوا واضحين امام النادي الاهلي، ولذلك النادي الاهلي طبق عليهم القانون برضو بكل صرامه. فانت هتيجي بشكل متلون شويه وتقول اصل انا كنت تعبان وانا كلمت الدكتور امبارح والكلام ده. الدكتور قال لك ما حصلش الكلام ده وكانك ما كلمتنيش وانا ما اعرفش حاجه. انت لازم تيجي يتوقع عليك الكشف الطبي علشان بناء عليه اطلعك من القايمه بتاعه الفريق. ما فكرتش يا امام يا عاشور، ما فكرتش في لاعب موهبه كبيره ولا زالت لحد النهارده في اذهان كل اهلاوي وزملكاوي ومشجع للكره المصريه؟ ما فكرتش في ابراهيم سعيد؟ ابراهيم سعيد اللي كان ملك الباك يمين، ملك اي حته في الملعب، باك يمين يلعب، باك شمال يلعب، نص ملعب يلعب، مهاجم كان بيلعب، كان بيعتمد عليه المدرب في كل حاجه. ما فكرتش في لاعب زي احمد فيليكس؟ احمد فيليكس اللي اتبلغ بيه المدير الفني للنادي الاهلي وقتها ان احمد فيليكس موقوف ومش هيشارك مع النادي الاهلي في البطوله العربيه علشان احمد فيليكس تغيب عن الحضور يوم واحد وتخلف عن البعثه. ما فكرتش في لاعب زي حسام حسن اللي هو المدير الفني الحالي لمنتخب مصر واللي كان اسطوره من اساطير الكره المصريه، لما تم ابلاغ الان هاريس من جانب صالح سليم وقال له استعد عشان اهم لاعب عندك موجود في الفرقه مش هيكون موجود معاك، اللي هو طبعا حسام حسن مش هيكون موجود معاك علشان هو هيتم ايقافه. الان هاريس ساعتها صاح مع مجلس الاداره صياح كبير جدا، وازاي توقفوا اهم لاعب موجود عندي في الفرقه واحنا خلاص بصدد الحصول على بطوله الدوري ومن غيره مش هنجيب بطوله الدوري. لعبنا البطوله واخدنا بطوله الدوري ولقب الدوري لهذا العام. فانت مش هتعلى على الناس دي، هتعلى يا امام عاشور على لاعب زي ابو تريكه. ابو تريكه اللي في 2012 بعد طبعا الكارثه الكبيره اللي حصلت بتاعه احداث بورسعيد والجريمه الكبيره اللي حصلت هناك، ابو تريكه اخذ صف الجمهور وقال لك انا مش هلعب. طبعا جمهور الاهلي حياه على الموقف اللي زي ده. طبعا لو تفتكر كان ماتش الاهلي وانبي في السوبر المصري، ابو تريكه ما خدش المباراه دي. النادي الاهلي كسب، فرقه الاهلي كلها لعبت واللي احرز الاهداف تقريبا كان وقتها جده. النادي الاهلي كله لعب وطبعا الاداره ما اخدتش صف ابو تريكه. ابو تريكه اختار صف الجمهور والجمهور حياه على حاجه زي كده، ولكن تم توقيع عقوبه على ابو تريكه لعدم المشاركه في البطوله او الماتش ده. مشكلتك ان انت ما كنتش واضح. اللي انت عملته ده كان غلط، لكن فوق الغلط ده انت كمان ما كنتش واضح. عايز تلوي دراع النادي الاهلي يا سيدي؟ انت عايز تمشي من النادي الاهلي؟ هات عرض كويس وتوكل على الله. النادي الاهلي محدد قيمتك 10 مليون، مش بعد ما جبتك ب 3 مليون يورو وحددت القيمه السوقيه بتاعتك ان هي 10 مليون وانت ابدعت وتالقت وكنت انا المنبر بتاعك